مهما اتجوزت عليكي انت الكل في الكل. هو انا انسى ان انت اللي مجوزاني؟ يبقى تسمع كلامي، ان كنت بتحب سارة وباقي على عشرتها تبقى كتير قوي ان احنا نعمل العمل اللي بتقولي عليه ده. يعني اكمنها ملهاش حد نقوم احنا نرميها؟ الناس تقول علينا ايه؟ انا ما يهمنيش كلام الناس، انا عايزه راحة بالي. يا راضية، راضية. نعم. عايز انت بتنده لها هنا ليه؟ انا مش عايزه اشوفها. بس طولي بالك يا سارة، انا هقول لها على اللي انت عايزاه. كلمها وانا قايمه من هنا. تعالي نعم. يا راضية، اقعدي. خير ان شاء الله. انا اتجوزتك يا بنت الناس ومش ممكن ابدا افرط فيكي ولا اجرحك بكلمه تغير دمك. ليه؟ حصل حاجة؟ ايوه، ساره من ساعه ما قمت بالسلامه وقلبها مولع ومش طايقه تشوفك. سارة مش طيقاني؟ ليه؟ ده انا عامله لها خدي مداس ليها من يوم ما اتجوزتك. ده انا عاملاها اخت حبيبه مش ضره. ايش حال اذا ما كانتش هي اللي مجوزاني ليك يا صابر؟ لكن تقولي ايه بقى للغيره؟ وانت عارفه يا راضيه انها صاحبه المال اللي بتاجر بيه، وان خالفتها هتمنع عني مالها. وايه اللي عايز تعمله؟ انا هاخدك فيها وربنا يتولاك يا راضيه. انا طوع امرك يا صابر، اذا كانت دي رغبتك وانت موافق عليها. انا من ايدك دي لايدك دي. لا حول ولا قوه الا بالله. ها لسه ما خلصتوش كلام؟ تعالي يا ساره. نعم. راضيه وافقت انها تفوت الدار وتقعد في الجبل. امال قاعده ليه؟ باب الدار مفتوح.